لو معاك ميزانية متوسطة وعايز تليفون يعيش معاك لمدة سنتين أو 3 سنين، كاميرا حلوة، شاشة محترمة، أداء يشغل ألعاب، وبطارية تدوم طول اليوم، إذا الفيديو ده معمول ليك. النهاردة هقولك على أفضل 10 هواتف فئة متوسطة في سنة 2025، ومش كده وبس، ده أنا كمان هقولك كل تليفون منهم يناسب مين وليه تختاره. كمل معايا الفيديو للآخر لأن رقم واحد ده في ناس كتير جدا هتحبه. التليفون رقم 10 هو ايكو زد 10، وده من شركة فيفو، في ناس بتسميه فيفو ايكو زد 10. شاشة 120 هرتز، نوع الشاشة دي أموليد ومريحة جدا للعين. البطارية بتاعته ضخمة جدا لأنها 7000 ملي أمبير. أما بالنسبة للأداء بتاعه فهو أداء ثابت طول اليوم في الاستخدام والألعاب المتوسطة. التليفون ده مناسب للناس اللي بتنسى تشحن تليفونها أو بتطلع بره البيت كتير بدون شاحن، وفي نفس الوقت مناسب للناس اللي بتحب تتصفح السوشيال ميديا، اليوتيوب، او بيعملوا مكالمات طويله جدا منه. العيب الوحيد في التليفون ده ان الكاميرا بتاعته مش اقوى حاجه. اما التليفون رقم 9 فهو ريدمي نوت 15 برو. طبعا شركه شاومي كده كده لازم تكون موجوده في الفئه المتوسطه دي دايما كالعاده، يعني شاومي رقم صعب في الفئه دي. التليفون ده الشاشه بتاعته اموليد قويه جدا، وكمان في نفس الوقت الكاميرا بتاعته 200 ميجا بكسل، يعني اداؤه ممتاز بالنسبه لسعره. طبعا التليفون ده يعتبر اكتر تليفون مناسب للناس اللي بتحب التصوير، ولكن في مشكلة وهو ان معالجة الصور بتاعته مش دايما ثابتة. اما التليفون رقم 8 هو ريلمي نارزو 80 برو او 80 برو. التليفون ده للي عاوز سرعة وشحن يخطفك. شاشة اموليد واضحة، شحن سريع جدا، ومعالج قوي جدا في الفئة المتوسطة. التليفون ده مناسب للجيمرز او الناس اللي بتحب الالعاب والناس اللي ما بتحبش تستنى كتير او بتتخنق من التليفونات البطيئة، ولكن عيبه ان الكاميرا بتاعته مش اقوى حاجه بين المنافسين. التليفون رقم 7 هو فيفو في 60، تليفون شيك جدا وفي نفس الوقت الكاميرا بتاعته كويسه. التليفون ده البطاريه بتاعته قويه جدا وفي نفس الوقت شحنه سريع، وكمان الصور بتاعت البورتريه اللي موجوده في الكاميرا بتاعته ممتازه. التليفون ده مناسب للبنات جدا علشان زي ما قلت لك في الاول شكله حلو، وكمان التصوير والسوشيال ميديا قوي فيه والحاجات اللي زي دي. ولكن مشكلته الوحيدة هو إن سعره غالي شوية عن المنافسين. أما التليفون رقم 6 فهو انفينكس جي تي 30 برو، وده بقى أرخص تليفون جيمنج حقيقي موجود في الفئة المتوسطة، وده لأن الشاشة بتاعته 144 هرتز، والأزرار اللي موجودة في التليفون مخصصة للألعاب، والأداء بتاعه قوي جدا بالنسبة لسعره. يعني زي ما قلت لك الميزة فيه إنه أفضل تليفون للناس اللي بتدور في الفئة المتوسطة على تليفون للجيمنج، للألعاب فقط. أما بقى العيب الوحيد اللي فيه إن الكاميرا بتاعته متواضعة جدا. التليفون رقم 5 معانا على الليستة وهو بوكو اكس 7 برو. معالج قوي جدا، شاشة ممتازة، وبطارية بتشحن بسرعة جدا. التليفون ده مناسب بس للي بيحبوا الألعاب، أو اللي بنقول كده عليهم إيديهم تقيلة في مسكة التليفون أو في استخدام التليفون. التليفون ده يعتبر خيار كويس جدا بالنسبة لهم، مش الناس اللي عايزة تليفون بسيط أو استعمالها خفيف. التليفون ده عايز الناس اللي زي ما بنقول كده ايديها رجل. برضه العيب الوحيد اللي فيه ان الكاميرا بتاعته متواضعه جدا بالنسبه للتليفونات اللي في الفئه السعريه دي. اما التليفون رقم 4 هو اونر ماجيك 8 لايت. ده كده زي ما بنقول عليه ملك البطاريه في الفئه المتوسطه. التصميم بتاعه نحيف جدا بالرغم من ان البطاريه بتاعته عملاقه، وكمان الشاشه بتاعته جميله، وده طبعا لان نوعها اوليد. يعني تليفون يعيش معاك لمدة أيام بدون ما تشحنه. أيام بدون شحن التليفون كويس جدا، ولكن لو هتعمل بيه جيمنج أو هتلعب بيه فيعتبر ما هوش الخيار المناسب ليك. التليفون رقم 3 هو وان بلس نورد 4، تليفون سريع وخفيف وممتع. المعالج بتاعه سناب دراجون قوي جدا وفي نفس الوقت بيشحن بسرعة رهيبة. الواجهة بتاعته وان بلس سلسة جدا ومناسب أكتر للناس اللي بتحب السرعة. وبرضه عيب التليفون ده الوحيد ان الكاميرا بتاعته ما هياش اقوى حاجة في الفئة المتوسطة. التليفون رقم 2 على الليستة، ومن هنا رقم 2 ورقم 1 دول يعتبروا اقوى تليفونين. التليفون رقم 2 على الليستة هو سامسونج جالاكسي A56، موبايل شامل من شركة سامسونج، شاشة سوبر اموليد ممتازة، تحديثات نظام وامان طويله جدا، واداء ثابت وممتاز. الميزه القويه في التليفون ده انه تليفون مضمون لانه من سامسونج، والشاشه بتاعته جميله جدا لان دي تعتبر افضل شاشه في الفئه المتوسطه.
اللي انا قلت عليها من شويه اللي هي سوبر اموليد. العيب الوحيد في التليفون ده ان هو مش مناسب للالعاب. هو تليفون كل حاجه فيه جميله، بس الغلطه الواحده اللي فيه ان هو مش قوي في الالعاب. اما التليفون رقم واحد ويعتبر افضل تليفون في الفئه السعريه المتوسطه حتى الان سنه 2025، ممكن يطلع حاجه تانية اقوى، انا بتكلم السنه اللي فاتت اقوى تليفون فئه متوسطه هو جوجل بيكسل 9A، لانه افضل كاميرا في الفئه المتوسطه بلا منازع. الشاشه بتاعته اوليد 120 هرتز وتحديثات اندرويد لمده 7 سنين. التليفون ده مناسب للي بيحبوا التصوير، لصناع المحتوى زي حالاتي كده اللي بيعملوا فيديوهات، اللي بيتصفحوا السوشيال ميديا، وكمان مناسب للناس اللي بتحب تشتري تليفون يعيش معاها وقت طويل، او هتشتري تليفون دلوقتي ومش هتشتري في السنين الكتيره اللي جايه تليفون. ده يعتبر مناسب ليهم. لكن برضو التليفون ده فيه عيب واحد فقط، وهو ان الشاحن بتاعه ما هواش سريع. وبكده يبقى انا قلت لك افضل 10 هواتف في الفئة المتوسطة لسنة 2025. لو عندك اي سؤال او اي استفسار اكتبه في الكومنتات تحت، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد قريب. سلام.